السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الفتاح بوبكري. هذا الفيديو هذا كيتمونطا بتاريخ اليوم نشوفوا التاريخ السبت 27 أبريل 2024 والساعة 7:34 دقيقة ديال الوقت فين كندير المونتاج. المهم غنبداو معكم على بركة الله بهاد الجدعة هادي، وكاين ما يدار في الفيديو. هاد الجدعة من خيرات تيسا، جدعة قرطبة. المهم بالنسبة للسن ديالها زيادة 2022، والبائع يونس تيسا. جدعية قدامكم توصلنا بهذا الفيديو هذا، وكاين واحد الفيديو آخر مقطع صغير. مهم مهم واش غادي نقول لكم الخوت. ها هو المقطع الآخر، وكاينين تصورات، كاينين لوريقات بيديغري. واحد القضية، واحد الفيديو كنت حطيت ليه في العنوان على حساب القضية ديال الوصف. يعني إلا كان الأب والأم موصوفين، واش حتى اللي غيولدوا حاليا يكونوا موصوفين؟ للتوضيح فقط الإخوان، هما الورقة الخوت هادو بيديغري أرب بارب. والله يسهل على كل واحد. ندوزو لحاجة أخرى. وكاين هاد الجدع كيتواجد في الرحامنة لحد راس العين، اللي بغاه يتوكل على الله. بالنسبة للثمن ديالو كيقول فيه 8000 درهم، 160,000 ريال، 800 دولار. و بالنسبة للفرنك 800 ألف فرنك. حاجة أخرى، سولني على حساب عظم الزرار واش كيكون في الرجلين اللورانيين. بالنسبة للناس ذوي الاختصاص يخليو لينا كومونتير ويقولوا لنا شنو كاين. وواحد المعلومه اخرى، واحد السيد عاوتاني سقساني على حساب على حساب الشعير واش كيتعالج او لا ما كيتعالجش. المهم هذا كما قلت لكم الخوت 8 شهور. الورقات مازال ما خرجوش، والمكان التواجد ديالو راكم عرفتوه، الحمل لحد راس العين. وندوزو معكم لحاجه اخرى الخوت. وكانت قبل ما ندوزو لحاجه اخرى نطلبوا من الاخوان ذوي الاختصاص يوضحوا لنا باش غادي نقول لكم، يوضحوا لنا بالتفسير الممل بالخوشيبات، يوضحوا لنا القضيه ديال العودات او لا الخيول. واش الموصوفين تاريخ ديال 2013 ملي بدا البدايه ديال الوصف، واش اللي تزادوا من بعد واخا يكونوا مازال هادوك موصوفين يخرجوا حتى ولادهم هما موصوفين؟ الا كان الاب والام موصوفين وضحوا لنا اكثر اخوتي. وندوزو معكم لحاجه اخرى. وكاين عوده المرقد تماره عرعوره و والده جدعه. المهم هي وجدعه اللي بغاو يتوكل على الله. بالنسبه للجوع جويعينه الخوت، جويعينه ومفرطه ستالو. وبالنسبه للورقات ما كاينينش، والثمن حتى هو ما حضرش هاد الساعه هذا. جديعه هانتوما كتشوفوها تبارك الله. اللي بغاهم يتوكل على الله. توصلنا بالتصورات احنا بارطاجينا معكم، ونقلبوا اش كاين باقي شي حاجه اخرى ولا ما باقيش. المهم اي حاجه توصلنا بها شاركناها معكم الخوت. وانتم عاوتاني ما تبخلوش علينا بالمعلومات اللي خلينا لكم بخصوص توصيف ديال الخير. كاينين اخوان منهم هشام ديال الاستاذ ديال الحيينه تبارك الله عليه. المهم نتمنى يشوف هذا الفيديو هذا ويوضح لنا اكثر. والاخوان اللي عندهم كفاءات كاينين ناس بزاف تحطهم كما كنقول على الجرح ابره، كيعطيوك معلومه هي هذيك في محلها. تحياتي ليهم. المهم هادي جويعينه ومفرطه المرقد عرعوره، ونشوف واش كاين. ايوا هادشي
اللي كاين هاد النهار في هاد الفيديو هذا، وباقي نعطيوكم معلومات الخوت اولا المهم النمرة ديال اللي بغى يبيع شي حاجة قبل ما نساليو 036 38 34 10. وواحد القضية عاودها لي واحد السيد في السوق، حنا كنعرفو اننا مقبلين على العيد الكبير والناس كتشري اضاحي العيد، بعض من الناس كيشري خروفات ويشري هادي. واحد السيد سقساه، كان بغى يشري خروفه وسقساه صاحب وحده قال له قلب لي واش كتولد. الاخر بغى يشريها وقال له واش كتولد، قال لي لا ما كتولدش. الاخر عيط لداك صاحبهم قال لي اجي شوف قلب هذه واش كتولد، وخشى ليه 50 درهم تحت الدرع ديال الخروفه. شدها الاخر قال لي لا ما كتولدش. شي القضيه كيفاش دايره دابا، مشكل هادي. بلا ما نذكرو السوق فين وقع هادشي هذا او ما نعمموش، هذا ماشي كيعني الناس كاملين هكاك. المهم كل واحد كيبقى ديما مسؤول على راسو وعلى هو يعرف اش يدير. غير ردوا بالكم نتوما ملي تمشيو تشريو الخوت وصافي. هادي درنا غير للتوضيح فقط. قلب ليا قلب 50 درهم صدقات ما كتولش. يلا هانتوما ها هو خدعو، ولكن ما غاديش يخدع اللي خلقو. تقدر تخدع الناس كامله ولكن ما تخدعش الله سبحانه وتعالى، هو غيعوضو ربي خير. ايوا طولنا عليكم في هذا الفيديو الخوت، وتحياتي لكم، دوزو بخير. كان معكم عبد الفتاح بوبكري. وانا نوقف الفيديو مبغاش يوقف.